لسه اول مره يشوفوا اللون القمر ده. بص شفت يا اكرامي اللون اللي عملناه لفريده؟ اللون ده يجنن صح؟ ايه ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا. اول مره اطلع في المقدمه معايا ايوب حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه ايه. وانت بالف خير وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. والنهارده هنعمل في اكرامي والنمر مقلب ناري مش طبيعي. بصوا يا جماعه، بما اننا في العيد وكل بنت بتدخل الكوافير تطلع بلون الفحلقي اخضر احمر اصفر، قررنا نعمل بقى المقلب ده. بس في مين المقلب ده؟ هنعمله في فريده. تخيلوا ان اكرامي ونمر يدخلوا يلاقونا سابقين شعر فريده ازرق. اقول لكم ان احنا كنا خارجين خروجه حلوه جدا، بس النمر ربنا يسامحه بوظ لنا اليوم خالص، فقلنا لهم روحوا هاتوا لنا اكل، وانا وآية كده قاعدين جالنا الفكره الشيطانيه دي. انا لقيت السبراي ده عندي، والسبراي ده انا كنت ناويه اعمل المقلب ده في نمر، فقلت ليه ما اعملوش في اكرامي ونمر الاثنين. احنا ايه، فوفا متعاونه معانا طبعا ومبسوطه ان هي تعمل لون. اللون ده يا جماعه مجرد ما بيتغسل بينزل. عايزه اقول لكم اصلا والله اكرم بيعمل فريده زي ما كان بابا بيعملني واحنا صغيرين بالظبط. مونيكير غلط ان طفله صغيره تحط مونيكير، تعمل شعرها، تعمل تاتو، تحط الحاجات اللي هي الاستراس اللي احنا بنحطه عند عينينا ده. يا جماعه ان احنا نفرح بس الاطفال، بيقول لي ان هو غلط، يعني ما ينفعش، دي طفله صغيره ما ينفعش نعمل معاها الحاجات بتاعه الكبار. الطفله ليها خصوصيه، وان الطفله دي المفروض ان هي تعيش سنها بالضفاير بالحاجات الكيرلي بالحاجات دي كلها. فما بالكم بقى ان هو يدخل علينا ويلاقينا صابغين شعر فريده يعني. وانا عايزه اقول لكم حاجه بامانه، اكرامي صح، يعني ما ينفعش ننسى شعر الاطفال الا لو في مناسبه قصوى، يعني حفاظا عليهم لسه حتى في المناسبات. والله انا كان في فرح خالي ورحت كوت لها شعرها عادي جدا، عشان ماما قعدت تقول لي فريده تفرح ومش عارفه ايه، بهدلني. فما بالكم بقى يخش يلاقي فريده شعرها مصبوغ وازرق، ده ازرق على دماغي مش ازرق على دماغ فريده بقى. انا عايزه اقول لكم احنا هنتدمر النهارده، واكيد نمر هيتضايق نفس دي، هيقول لي ليه تعملي كده، وفي النهايه هو والدها ولازم نحترم ان هو بيحب بنته وبيخاف عليها. انا اقول لاكرم عشان مش قادره اعمل كده، هقول له ان انت اللي عملتي المصيبه دي، ماليش دعوه، انت حره بقى. لا انت اللي اقترحتي عليا الفكره، نطلع لايف ونأمن نفسنا والناس تبقى معانا، وانا عارفه ان هو لما يلاقي اللايف مفتوح اكيد مش هيفكر ان هو يعمل معايا حاجه، صح ولا غلط؟ الله اعلم، ربنا يستر يا جماعه. انا خفت يا جماعه، انا خفت البتاعه دي تنزل على دماغي، بس انا هخبيها. هنعمل شعر فريده دلوقتي خطوه خطوه، وبعدها نخبيها. وما تقلقيش يا فوفا، مجرد ما يتغسل انت اصلا فرحانه ان انت على شعري. ايوه ما تخافيش يا فوفا، اول ما يتغسل اللون هيروح مش هتلاقيه. ده عامل زي كريم كده، ما تقلقيش خالص. احنا هنعمل لها ضفيره ونعمل لها ايه، خصلتين من قدام مثلا، وبعدها نفتح لايف. استنونا في اللايف بقى عشان احنا خايفين قوي. يلا يا هنا. بسم الله. يا نهار اسود، ده اللون جامد قوي. عارفه بقت شبه ايه؟ العصفوره اللي عندنا في البيت، فظيعه رهيبه. يا نهار ابيض يا خرابي على القمر، قمر فظيعه رهيبه. قمر ايه بس؟ مش قادره اقول لك، بقت شبه لون البنطلون الجينز اللي هي لابساه. ايوه وريني كده. الله، فوفا بالشعر الازرق. قمر ايه بس؟ عارفه ناقصها ايه؟ ناقصها الراسته اللي هم بيعملوها الضفاير الكتير دي. ايوه صح. عايزه اقول لكم اللون تحفه على فوفا طالعه شبه بنت رامز جلال. يا هلا يا هلا، ايه رايكم؟ وحشتونا جدا. شفتوا شعري؟ انا اول مره اطلع لايف على الانستجرام، انتوا فين بقى يا جماعه؟ طالعه معايا ايه يا حبيبتي، وطالعه معايا فرفور. بصوا بقى عاملين ايه يا حبايب قلبنا. حبيت اوريكم عملت ايه الفريده، ايه رايكم؟ طبعا انتوا عارفين تقليعات العيد دي والالوان الجريئه قوي، فاحنا قلنا نفتح لايف ونوريكم. حبيت كمان تكون مفاجاه لاكرامي، ومش عارفه مفاجاه هتعجبه ولا لا، بس انا حسيت ان اللون حلو قوي على فريده، قلت اجربه فجربته على فريده بصراحه. ايه رايكم؟ يا فريده. هلا والله يا حبايبنا. ورينا شايفين الحلاوه؟ يا جماعه انتوا فين؟ مبسوطه يا فوفا بالازرق جدا. تعرفوا ان انا اول مره اطلع لايف على الانستجرام؟ والله اصلا بحب الازرق ليه؟ عشان بتاع فروزن، انا بحبها جدا. فروزن هي اصلا قالت لي اعملي لي كده، يعني جربي لي، فحبيت اجرب لها. انتوا ايه فين؟ فروزن جدا. حد يكتب لي طب اللون حلو ولا ايه؟ اللون حلو على فريده ولا ايه؟ كل سنه وانتوا طيبين يا حبايبي. كل سنه وانتوا طيبين. حلوين عاملين يا حبايبي، حلوين عاملين ايه؟ احنا بنفاجئهم يا جماعه باللون وعايزين نخليهم يعني. عليكم السلام، احنا لايف على فكره. لايف؟ انا اكرم على فكره، انا اول مره اطلع لايف على الانستجرام بجد والله. والله. والناس
جميل قوي احنا بجد. لايف يا نمور. يلا الاكل ماشي، يجي. خلاص. انت أخت إكرامي بجد. اه طبعا اخت اكرامي وفريده برضه اخت اكرامي ازاي يا جماعه؟ اخته رحمه مين بتقولي الأخت انت دي؟ اللي إسراء؟ جميل. إسراء أخت جميل أيمن. قوي والله. بيقولوا جميل يا فريده، كل الناس جميل عارفاها. الاسدال الاحمر او بتاعي. العبايه دي منين يا دكتور ايه؟ الازاز الاحمر اللي انا لبسته في فيديو يعني كان مع اكرامي واسراء تقريبا، انا شارياه من بهاء انا بحبكم جدا واحنا بنموت والله. فيكي. افردي شعرها احسن. نفركوا؟ لا بس بصوا يا جماعه، انا حبيت بس ان احنا يبقى لسه إيه؟ اكرامي لسه اول مره هيشوف اللون ويقول لنا رايه. لا لا كمان يا انا رحمة. حبيت يكون من قدام اكتر، يعني اللون يكون من قدام زي خصلتين مثلا كده، والباقي كله يكون بالظبط. اسود، هيكون احلى. بالظبط. احنا لايف. والله واحنا كمان فخورين بيكم، احنا اه. بنحبكم جدا زي ما ربنا انتوا يسعد بتحبونا قلوبكم. بالظبط. حلو. انت ليه بجد؟ ازيك يا ريتاج يا حبيبه قلبي، عامله والله ايه؟ مش هفضحكوا والله. تفضحنا ليه؟ تعالي ليه؟ استنى بس اول مره لسه هما بيتفاجئوا والله اكرامي واحنا كمان بنحبكم جدا جدا. اكرامي ونمر لسه اول مره يشوفوا اللون القمر ده. بص شفتي الفريدة. اكرامي اللون اللي عملناه لفريده؟ اللون ده يجنن صح؟ ايه ده؟ اللون الازرق ده جميل قوي صح؟ ايه بتعمل رايك؟ ده؟ ده لون شعرها حلو قوي صح؟ اقعد كده، اقعد لون اسراء. على فكره انا مع ناس مش حلو، لا ده جميل، ده في ناس بالعكس كتير يا جدا رونو. كاتبه ان هو حلو. اطفال يعني يا جماعه والوان حلو ايه؟ لذيذة. ايه اصلا ايه تعملين ايه؟ انتوا بنجدد انتوا مش على لها طفل يعني، ابدا. بنجدد لها اكرام. بتجددوا ايه يا جماعه؟ انتوا ايه ده؟ اسراء بتقول على فكره بتكلمك. رد على الناس طيب، على فكره الناس معايا ازيكم بيقولوا يا لي جماعه عاملين ايه اسراء، اخباركم؟ هو انت واكرامي اخوات فعلا ولا ايه؟ مش فاهمه الحمد لله. يا جماعه اخوات ايه بس؟ هو انت عامله ايه يا فريده؟ عسل. اللون ده؟ عسل، الناس بيقولوا عسل. مين اللي عامل لك اللون ده؟ ركزي مع الناس والله يا جماعه، اللون هياكل منها حته. هتتكلم انت ولا ده اتكلم مش انا؟ حلو خالص ليه؟ مش حلو ليه يا احنا رونو؟ كنا يا معاه. رونو؟ ايوه مين عامل كده ايه؟ هو بص أيوة. ميدو اقعد هنا. لا مش حلو. بيقولوا حلو يا جماعه، ده حلو جدا. اللون جامد يا جماعه في اتكلم ايه؟ عشان ما اتكلمش. ايوه هم يعمل اقفلي اللايف بعد اذنك يا بهية إسراء. بهية بعد اذنك اقفلي اللايف. بعد اذنك اقفلي اللايف. طيب على فكره طيب بعد بقولك اذنكم طبعاً اقفلوا مع اللايف. الناس بعد طبعاً. اذنك اقفلي اللايف. طب نقفله معلش. طيب هنقفل معلش. وهيطلع لكم نقفل تاني، وراجع معلش. لكم بس والله معلش، شكله حلو. معلش. ايوه شكله حلو صح؟ ايوه شكله شيك جدا. هو في ايه؟ هو انت عامل ايه يا اسراء؟ عشان العيد. هو اللي لا مش هرش لايف. او استنى هو يا جماعه بعد اذنكم كده. هو في ايه يا كرام؟ انا مش فاهم هو في ايه؟ انا مش فاهمه انت بتعمل ايه ليه كده؟ هو في بعمل ايه؟ كده ايه؟ انت قفلت ليه؟ ايه ده؟ يا اكرم احنا انا قلنا مش نجدد بس يعني كده كده عادي. لا يا استعباط ايه بصراحه ايه؟ ايه انا ايه الصراحه مش هتكلم عشان كده استعباط. انا كده استعباط. نفسية الطفلة يعني. نفسيتي ايه ايه بس؟ نفسيتي ايه؟ انا عمري ما حطيت لفريده حتى على ايديها حاجه ايه؟ لا مش حاجه نفسيه. وانت ازاي تعملها كده اصلا؟ يا طب هي ما عندهاش نوم، هي طفله مش فاهمه حاجه. انت عاجبك يا نمر يعني يا نمر؟ مش قصدنا، لا، ما احنا احنا حبينا كنا نجرب، فاكرين احنا ما هتتبسط عملناش حاجة. وتتبسط. ايوه انا مفيش مشكله، انت فوق راسي يعني، انا كلام مش يعني مش بهاجمك، بس حقيقي اقسم بالله انا اتضايقت. عشان انا شخصيا انت عارفه ان فريده بالنسبه لي بالذات عمري ما خليتها حاطط حاجه. انا ما بحبش الكلام ده. انا عارفة بس احنا كان قصدنا يعني. ايوه اسمع. طيب بعد اذنكم سنة. هو ايه قمت لي عامله ده؟ يا اكرم احنا بنغير لها عادي. تغيرها لي انا من امتى بعمل ده؟ انا من امتى بعمل كده؟ يا اكرم ما حصلش حاجه. يعني ايه ما حصلش؟ ده ما حصلش؟ خلاص خلاص عادي. ازرق ما حصلش؟ وفي حلايف ده الناس يقولوا علينا ايه؟ ايه بس ايه ده بس ايه يا عم يقول عليك ايه؟ مش الدرجات دي طفله صغيره عادي. يا نمر طفل يا نمر، احنا نعودها ليه على حاجه زي كده من دلوقتي يا نمر؟ احنا ما عودناش على حاجه، ده عيد مره يعني يا اكرم. يعني يا ماما عيد اهلا وسهلا، دي خصوصيه طفله، دي طفله ليها براءه كده اسمها طفله بريئه، طفله ليها خصوصيه نحترمها. انت السؤال طب ده ايه بغاية. هي اللي قالت لي اعمليه؟ يعني تجديد ايوه ما اقدرش ايوه هتكلم عليها برضه. ايه ده ينفع ده اصلا؟ تجديد للنفسية. اعملوا لنفسكم بس مش لدرجه البنت انت طب تستعملوا احنا والله. دلوقتي منظرنا قدام اللايف وحش ما احنا قوي يا هنعمل جماعة. نفسنا ازاي واحنا حسينا ايه اعمل ايه؟ حاسس ان ايه؟ حاسس ان ايه يا ماما؟ انا سؤال بس سؤال ايه؟ انا ما بحبش ابقى منافق قدام الناس، حاجه ورا حاجه ثانيه. ما أنا عارفة دي بس دلوقتي اللون حاليا جميل طفله، قوي انا ده يضايقني يا ايه؟ ده كده مش كده. اللون جميل قوي عليكي صح يا فوفا؟ احنا دلوقتي محجبين، واحنا كنا عايزين ناخد راي الناس في اللون، فعملناها على فريده. هو انت موافقه على الكلام ده؟ ولا حاجه والله. لا هي انت موافقه على الكلام ده؟ طب وافقتي ليه؟ عملت ايه صح؟ يا هي طفله يا عبيط يا جميلة يعني على جدا. فكره هي عادي ممكن يرجع اللون تاني. يا نمر ايوه ده هو ده اكسجين وده ايه؟ اكسجين وسحبنا اللون كامل وبعدها اكسجين على شعرها؟ يا ايمن انت قلت لي يا إسراء مش فاهمة شوية في الصبغات بس انا
يا نمر انا فاتح صالون يا نمر، قاعد تعمل ايه في شعرها؟ يا عم على فكره مش هيعمل حاجه، ده مع مجرد دلوقتي اللون هينزل وخلاص. مين اللي ده الاكسجين اللي على شعر الطفله ده قسما بالله خلى شعرها تلتهب وشعرها يقع. يا عم ولا ايه الكلام ده كله؟ يا عم بقول لك ايه، افهم بس الموضوع مش طب مستاهل. بذمتك مش قمر بالازرق؟ يعني يا ايه اسكتي يا فريده قمر في كل حالاتها. يا ايه تمام، انا مش انا يا بنتي، انا مش انت زي الفل في كل حالتك، بس يا ماما ده ما ينفعش، ده بالنسبه لي انا عيب، وانت عارف عيب ليه؟ احنا اتعودنا على كده او اتربينا على كده؟ لا، لما تكبري يا حبيبتي تبقي كبيره اعملي كيف ما بدك. على احنا فكره كنا لسه هنعمل الحمودي على فكره. كنا مستنيينكم بس تيجوا ونعمل الحمودي. يا عم صدق يلا نمشي، يلا نمشي. لا يا عم مش يلا نمشي والله. بس عشان يلا نمشي، يلا نمشي. يا محمد ما تعملي يا رماس تعملي النفسيه بس تجديد. لا المسك لا ايه؟ المسك ايه؟ لا ولا ايه، انا عايز تعمل مع كنت هعمل لمسه كمان. ده كده ما ينفعش، انا عايز استهبال. يا ايه تسلم ايديكي، انا عارف اني عايز تفرحيها، ما صوتش حاجه ماشي فوق راسي والله العظيم كل الكلام ده، بس حقيقي لازم يعني كان لازم هي ترجع لي، الساعه ترجع لي، احنا هنعمل 1 2 3 ما انا عشان باخد ده شعري يجي. من غير ما اقول لك، تبقى مفاجاه. هو انت بتقارني نفسك بفريده؟ يعني انت بتقارني نفسك بفريده؟ بتقارني نفسك بطفله؟ انت شايفه ده عقل؟ بعدين زي ممكن تغيري شعرها؟ انا طب غيرت لو اتغير ممكن يقع كامل يا جماعه، لو اتغير دلوقتي مفيش مشكلة يقع عادي. لازم يقعد على يقع عادي، شهر. يقع عادي. ازاي يعني هتبقى شبهك؟ ايه شباب ما هي انت عايز كده دلوقتي بقول لك تقع. بس انا حاجه الكلام شكله حلو، شكله حلو، شكله حلو ده تصدقني. ممكن اول اسراء نعم. تعالى اسراء، تعالى بقى ايه الامر تعليم النايم؟ دي مبسوطه جدا صح يا فوفا؟ خلاص فين طلع من كده. هنا كان ما ينفعش ما ينفعش انت هو عارف يا هو فريده، يلا فريده. لا والله ما تمشي. انا متضايق، بس فعلا متضايق من اسراء. ليه؟ هي عارفه ان دي انا ما بحبش ده، فكان المفروض هي تقول لي تستاذني بس كده، انا هعمل 1 2 3، كنت انا اوافق او ارفض. لا ما تبصش على البيت انت، ما فيش هزار. والله يا عم اكرام بقول لك ايه؟ على فكره ايه؟ بقول لك لا هو والله معلش حد يسال مين بس يا محمد بقى. اقعد هنا، اقعد ماشي هنمشي اقعد. مساء الخير. عامل ايه؟ وحشتنا. جبت لنا الاكل سخن ولا ساقع ولا بارد؟ اسراء قلت لك في اللايف. انا مش فاتحه لايف، ده مقلب. احنا مقلب؟ بنعمل أهو. فيك مقلب. احنا ده بنعمل بخاخ يعني مجرد هنعمل بالميه يا بتاع الصالون، انت مش فاتح صالون؟ استنى بس ايه بخير ايه؟ ما يطلعش ايه؟ لا والله بيطلع مجرد ما دلوقتي تدرس. هيطلع كام؟ تعالي تعالي. انا هقول لك حاجه والله، انا لسه عارف حل هو مقلب. انا لسه عارف حالا. انا والله انا اول مره حد يقول لي ده على مقلب. الانستجرام. ما اعرفش والله، انا لسه طلع عارف لايف حالا. على أنا الانستجرام عايز عشان زي الناس زيك، تحوش أنا ما عني. أعرفش. يعني لما تلاقيني طالعه لايف فترحمني أنا ما عارف تزعليش. بس دلوقتي بيقول لي ليه الدنيا عارف ان انت لبست مقلبين النهارده. طب ماشي انا مش هتكلم، عايز اغسل شعري. طب بجد ما احنا بنغ- اللون ده غسلتي؟ فين؟ اللون ده فين؟ اللون ده فين؟ اللون ده فين؟ اللون همسك كده. معلش يا جماعه انا هقفل لحد ما شعري يتعمل. راح ولا ما راحش؟ ارتاح؟ روح. هي شفت راح ولا ما راحش؟ عشان انت بس عمال تقول مش هيروح مش عارفه ايه. انا بس لا، عايز وترتنا. اسال بس سؤال، اسال. دي فكره مين؟ يهمني والله ما اعرف فكره مين، انت ولا ايه؟ انا بص ايه هي اللي جابت الاسبري. ايه يا عسكر؟ اقول لك حاجه؟ قدام النمر جوزك قاعد اهو، ما تزعلش يا نمر انت وايه. انا هو قدام الناس دي ابقى عيل صغير، لو يا ايه يا عسكر انا يا ابني انا كنت معاه. قول يعني انت مش هتتفق معاهم؟ والله يا ابني انا لسه عارف دلوقتي حالا. هي جايه عارف تقول لي ايه؟ تقول لي لم الدنيا عشان ده مقلب. يعني الازراء بدا كان الازراء كان انت اهو رجع التاني بني ادم طبيعيه. انا كنت اعرف حاجه؟ شعر اسود انا تماما. كنت اعرف حاجه؟ مش عارف ليه تملي بيحبوا، غسيل سريع كمان. تملي يحبوا يطلعوا اسود ما فيا، اسود والله العظيم بجد. انا بقول لك ايه المشكله لما الواحد يصبغ شعره ازرق؟ بص انا يا جماعه انا هقول لك حاجه، انا هقول لك نفسي بس. ممكن اصبغ شعره ازرق هقول لك عادي. بس، انا والله ما عندي اي مشاكل، بس فعلا انا يا نمر عندي خصوصيه كده ايه حتى انا متربيت على ده، ان الطفل طفل ليه خصوصيته، الشاب ليه خصوصيته، كل حد في مرحله بس أنا سنيه. حاجة والله كانت زي العسل. ما هي قمر في الحالتين فريده اصلا، ما اقدرش اشتنك عليك يعني. ماشي. بس يا اكرامي المفروض تعترف ان احنا ايه
مقلبين النهارده. انا بعترف في مقلب عند نمر نزل، مقلب الريحه القذره. سلام. باي باي.